السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. فيديو جديد وحلقة جديدة اتطلبت مني كتير جدا، وهو موضوع الريتاتش. في الحقيقة ان الريتاتشنج ده مجال كبير جدا، ما اقدرش ان انا اغطيه في فيديو ولا اتنين ولا تلاتة. في تكنيكس كتير وفي تفرعات كتير، ولكن هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل للناس اكبر قدر من المعلومات اللي تفيدهم، سواء كانوا بيعملوا تصميمات سوشيال ميديا او بيعملوا اعلان بشكل عام. الحقيقة ان كل الاعلانات اللي انت بتشوفها لازم الصور يكون معمول لها ريتاتش. طب ايه هو اصلا الريتاتش او الريتاتشنج؟ الريتاتش فكره ان انت بتعالج الصور عشان توصل بيها اكبر قدر من ان الصوره تبقى بيرفكت. يعني انت ما ينفعش تعتمد على ان الصوره تبقى طالعه من الكاميرا ايا كان نوع الكاميرا اللي انت شغال بيها. طبيعي بيبقى فيه شوايب، بيبقى فيه عيوب. الحاجات دي بتبدا ان انت تعالجها او تحسنها في مرحله الريتاتش. فلو جينا مثلا نشوف الاعلانات اللي موجوده معانا دي، شايف البشره بتاعت الناس عامله ازاي، الاضاءه عامله ازاي، السكين تون بتاعهم عامل ازاي، وكمان شارب او ان الصوره 3 دي. هو ده بالظبط موضوع الريتاتش. وخليني برضو اقول لك معلومه مهمه، ان الاعلانات اللي انت بتشوفها بتبقى متصوره بمعدات احترافيه جدا، سواء كانت الكاميرا او الاضاءه. موضوع الاضاءه بيفرق جدا وانت بتعمل الريتاتش، وبيساعدك بنسبة 70% ان انت تعمل الريتاتش للصورة. يعني لو انت عامل مصدر او عامل اضاءة كويسة، هتلاقي الصورة بقت سهلة في موضوع الريتاتش. وعشان اوضح لك اللي انا بقوله لك ده، تعال اوريك بمثال عملي موضوع الاضاءة وان هي ازاي بتأثر على الصورة. وعشان اوضح لك ده بمثال عملي، تعال مثلا نشوف الصورة اللي معايا هنا دي. شايف توزيعة الاضاءة هنا؟ تحس ان الصورة فلات، التون واحد، مفيش مناطق غامقة، مفيش مناطق فاتحة تقدر ان انت تعيد عليها. هنا في الصوره دي مظبوطه ان انت تقدر تعمل لها ريتاتش. في هنا لسعات الاضاءه باينه. فكره الدوج اند بيرن هنتكلم عنها دلوقتي، ان في مناطق فاتحه ومناطق غامقه. دي اكتر حاجه بتساعدك ان انت تعمل ريتاتش. الصوره دي برضو الى حد ما تحس ان الوش او الاضاءه على الوش كله واحد، فتحس برضو ان الوش مش 3 دي قوي. انما هنا الموضوع برضو مظبوط زي رقم 2، في لسعات اضاءة، في مناطق شادو، في مناطق للهايلايتس كويسه. الصوره الاخيره دي طبعا مصوره بمصدر الاضاءه واحد، يعني الجزء اللي هنا ده في شادو كبير جدا، فمبتبقاش برضو احسن حاجه ان انت تعمل لها ريتاتش. يعني لو جينا نشوف اكتر صور تظبط في موضوع الريتاتش، هنلاقيه ان الصوره رقم 2 والصوره رقم 4. فده برضو لازم تبقى عامل حسابه وانت بتختار الاستوكات بتاعتك. لو هتعمل ريتاتشنج لصوره او ستوك هتنزلها، حاول على قد ما تقدر ان انت تختار صوره تبقى 3 دي شويه. يعني مثلا لو جيت شفت الصوره اللي معايا دي، الصوره دي زي ما بقول لك كده، الاضاءه على الوش كلها سايحه، الوش كله سايح في بعضه، مفيش مناطق غامقه تقدر ان انت تظهرها. على عكس الصوره دي مثلا، لو عملت شويه حاجات بسيطه جدا هتلاقي بان معاك الريتاتش فيها. يعني لو مشيت مثلا على النقط او الاماكن بتاع الهايلايت دي، هتلاقي ان الصوره بدات ان هي تظبط معاك، وده اللي هنشوف ازاي نعمله دلوقتي. شوف برضو كل الصور دي لازم ان هم يعملوا لها ريتاتشنج ويحسنوا في الاضاءات بتاعتها، لازم يكون معمول لها ريتاتش. وعشان برضو تعرف ان الريتاتش ده موجود من زمان، اغلبنا بيبقى شاف البروجكت ده قديم جدا، اعتقد من سنة كام، من سنة 2012، يعني بقاله تقريبا 12 سنة. ولكن شوف الناس برضو كان عندها فكرة الريتاتشنج، وازاي ان هم يعملوا دوج اند بيرن، وازاي التفاصيل باينة والصورة شارب وتحسها كده 3 دي. كذلك برضو البروجكت ده بحبها جدا، واللي بتوضح موضوع الريتاتش بصورة كبيرة جدا. وبرضو البروجكت ده بقاله فترة كبيرة. تعالى مثلا نشوف معايا البروجكت ده. والبروجكت ده انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اجيب لك صور بيفور اند افتر عشان تبقى متخيل معايا الموضوع عامل ازاي. بص الصورة قبل، بص الصورة بعد. هو عمل ايه هنا؟ شايف غير اللبس، بدأ ان هو يعالج الصورة بشكل كويس جدا. الكورة اختلفت تماما. بص بص الوش، تحس ان كانت هنا العين متكررة، بدأ ان هو ظبطها ازاي. المناطق بتاع الهايلايت مش عليها، فتحس ان الصورة بقت مختلفة
تماما. هنا برضو تعالى شوف قبل وشوف الصوره بعد. طبعا هو بيبقى مصورها بكذا بوزيشن للراس وبيبدا ان هو يركبه، ولكن بشكل عام شوف مثلا البدله اللي هو لابسها بقى عامل ازاي، وشوف الجزء ده كده، والوش طبعا بيبان عليه جدا الريتاتش. هنا برضو تعال نشوف قبل وتعال نشوف بعد. بص الساعة بدأ يظبطها ازاي، الوش اختلف تماما، القميص اللي هنا خلاه اسود وخلى دي زرقاء، وبدأ ان هو برضو يعالج الايد بالشكل ده. تعال برضو نشوف البروجكت ده، شوف كده قبل، دي الصورة بالظبط اللي طالعة من الكاميرا. بص بعد، بص الوش اختلف ازاي والايدين اختلفت ازاي. شايف مثلا لسعة الاضاءة اللي هنا دي كسمت الايد ازاي وبينت ان هي 3 دي. هنا برضو في المثال اللي معايا ده، بص هو هنا حاطط جدا، فما بيجي بيعمل ريتاتش خلاص الموضوع بيبقى سهل. شوف مثلا الايد هنا اختلفت ازاي، الشعر، الوش، الصورة برضو اللي معانا دي بص قبل وبعد. فالموضوع ده مهم جدا ولازم تبقى عارف بيتعمل ازاي. لو جينا برضو شفنا السامبلز اللي معانا دي لياسر كاريزما، وياسر انا بحب شغله جدا بصراحة، والبروجكت ده قديم جدا تقريبا برضو من 2012. شوف برضو مفهوم الريتاتشنج ايامها. بص الصورة اللي طالعة من الكاميرا عاملة ازاي، الصورة ضعيفة جدا، ما ينفعش ان انت تعتمد عليها في اعلان، مش هتبقى ملفتة خالص ان انت تعملها. ولكن بص هنا، بص هنا مناطق الدوج اند بيرن، بص اللسعات دي بقت مجسمه الصوره ازاي. بص الحته بتاعت البق دي شوف قبل كانت عامله ازاي، ده ان احنا نبرزها ونعيد عليها. بص الايد تحس كده ان هي ايه، مزيتة او بارزة او 3 دي. طبعا في التصميم النهائي او الاعلان النهائي اللي انت بتشوف. لو جيت برضو ياسر كاريزما قديمة جدا، بص برضو هنا الريتاتش عامل ازاي. شايف مثلا هنا الجزء ده الاضاءة دي، السكين تون برضو عامل ازاي، الجزء بتاع الايدين هنا والصوابع هنا، شايف الايد دي. وعايز اقول لك ان الناس مؤخرا بدات ان هي تتخصص في موضوع الريتاتشنج، وعايز اقول لك ان جوه الريتاتشنج كمان في تخصصات. يعني في ناس بتعمل فود ريتاتشنج بس، في ناس بتعمل ريتاتش للعربيات بس، في ناس بتعمل البورتريه او الصور او الويدنج، وفي ناس متخصصه للريتاتش في الذهب والفضه والحاجات دي، وفي ناس متخصصه في البرودكت بشكل عام. فالنهارده ان شاء الله هنعرف ازاي ان احنا نعمل ريتاتش لنتيجة يوصلنا لنتيجة كويسة نقدر ان احنا نعتمد عليه. خليني اول حاجة اقول لك ايه هي الورك فلو او هنشتغل عليها واحنا بنعمل ريتاتش. اول حاجة مرحلة الهيلينج. مرحلة الهيلينج هي مرحلة ان احنا بنبدأ نشيل الشوايب، نشيل لو في حبوب في الصورة، في شوايب في الصورة، عيوب في الصورة، في مثلا شعر هايش، كل الحاجات دي ببدأ ان انا اعالجها في اول مرحلة وهي مرحلة الهيلينج. تاني مرحلة معايا وهي الفريكوينسي سيبريشن، والمصطلح ده مهم جدا هتسمع اغلب الناس اللي بتعمل ريتاتشنج بتقوله، وهي مرحلة فصل المسام. الوش بيبقى فيه جزء المسام او جزء زي ما بتشوف كده، او زي ما بتقول جزء النويز، والجزء اللي تحته طبقة الجلد. اللي احنا هنعمله ان احنا هنعالج في الجلد ونشد الجلد ونظبط في الجلد ومع الحفاظ على مسام الجسم. ده اللي بيسموه الفريكوينسي سيبريشن، وهو فصل المسام. وده تكنيك مهم جدا 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 في موضوع الريتاتشنج. الحاجه اللي بعد كده وهي الدوج اند بيرن، وده برضو فهم خاطئ عند الناس ان انا اقول لك دوج اند بيرن يبقى احنا هنستخدم التول بتاع الدوج اند بيرن اللي في فوتوشوب، ولكن المصطلح ده معناه ان الدوج ان احنا هنفتح المناطق الفاتحه، والبيرن هنمشي نغمق المناطق الغامقه. وده ما بيتعملش على الوش بس، بيتعمل في اي حاجه. لو جيت تشوف هيقول لك دي محتاجه الدوج اند بيرن بتاعها يتظبط شويه، يعني الفاتح يفتح والغامق يغمق، وهنشوف ده برضه هيتعمل ازاي دلوقتي. اخر مرحله وهي مرحله السكين تون او اللون بتاع البشره، ودي مثلا بتساوي كده زي ما اقول لك عايزين نعمل الكالر جريدنج في الفيديو او الكالر جريدنج في التصميم بتاعنا، ان انت بتبدا تظبط التون بتاع البشره. هي دي الاربع حاجات اللي احنا هنشوف ازاي هنعملها. دي الصوره اللي احنا هنبدا ان احنا نشتغل عليها، وحاولت على قد ما اقدر ان انا اختار صوره معقده شويه فيها تفاصيل كتير. يعني الجزء بتاع الوش ده فيه عيوب كتير جدا، الشعر الهايش اللي عندي ده والشعر الهايش اللي عندي ده، وشايف الاضاءه هنا جايه من الجزء اللي هو ورا ده، يعني هو جاي في مصدر اضاءه كده جاي من اوضه هنا، وفي ريفلكتور، وفي هنا ريفلكتور او حاجه عشان تديلك اللسعه الخفيفه اللي هي على
طرف الوش دي بقى المسام اللي بقولك عليها. شايف الجزء ده تحس ان فيه نويز كده، حاجات صغيرة، هو ده المسام اللي احنا لازم نفصلها. كذلك برضو الهنا، ده بيعتمد على حاجات كبير. ممكن لو هي مثلا بنت او حاجة في الميك اب بتاعها، ممكن لو صورة ولد، ممكن على طبيعة البشرة نفسها توزيعات الإضاءة بتفرق جدا إن هي تظهر ده أو لأ. في برضو مناطق تانية من الجسم ما بيبقاش فيها المسام قوي، يعني الجزء زي ده، جزء مثلا زي ده، جزء زي ده برضو ما بيبقاش فيه المسام قوي. زي ما قلنا هنبدأ أول حاجة بمرحلة الهيلينج في الجزء اللي أنا معلم عليه اللي هو ده وده هنبدا ان احنا نظبطه باداه الريموف تول. الجزء اللي فيه مسام ما ينفعش ان انا اعمله بالريموف تول لان الصوره هتعجن مني او هتسيح مني، فلازم ان انا اعمله بالفريكوانسي سيبريشن، وهنشوف ازاي هنعمل ده دلوقتي. قبل اي حاجه عايزك تبقى عارف حاجه مهمه جدا، ان اي صوره بتتقسم عندي لثلاث حاجات. اول حاجه منطقه الهايلايت، تاني حاجه وهي الميد تون، تالت حاجه اللي هي الشادو او مناطق الشيد. الهايلايت دي المناطق اضاءه، زي المنطقه دي مثلا، الحاجات اللي هي في الودان دي، اللسعه مثلا بتاعه الاضاءه دي، كل دي مناطق اسمها الهايلايت. اي حاجه فيها لسعه اضاءه، زي برضو الجزء ده، الجزء بتاع المناخير اللي عندي ده، كل ده هايلايت. الجزء برضو بتاع الشفايف ده بيبقى فيه هايلايت. الهايلايت ببدا ان انا اعمله بالدوج. تمام. مناطق الميد تون وهي المناطق بتاع التون اللي ما فيها بين الهايلايت وبين الشادو، زي مثلا المنطقه دي منطقه مثلا ميد تون، المنطقه دي منطقه ميد تون. مناطق الشادو وهي المناطق الغامقه، زي مثلا الحته اللي هي غامقه دي، بتفصل بين الهايلايت والميد تون. اللي احنا هنعمله في الريتاتش ما ينفعش غلط جدا ان انت تدخل على بعض، لازم تحافظ على كل منطقه عشان الصوره تبان عندك ان هي 3 دي. يعني الهايلايت، الميد تون، والشادو هنبرز ده وهنعالجه، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. اول حاجه هعمل دبليكيت لللاير، بعد كده هختار الريموف تول، وتاكد ان انت شايل الصح من على دي عشان تبدأ تحدد الحاجات اللي انت عايزها، ومجرد ما بتضغط انتر يبدأ ان هو يفعل لك التأثير عندك. فانا هشيل كل الحاجات اللي هي الشوايب والحاجات دي، هبدأ ان انا اشيلها. وضروري تتأكد ان الفرشة عندك صغيرة، ما تعملهاش كبيرة عشان الصورة انك او ان هي تسيح في بعضها. فهتبدأ ان انت تحدد الحاجة، وهسرع الفيديو ونتقابل بعد ما اخلص المرحلة دي. بعد ما حددت الحاجات دي كلها عندك، تقوم ضاغط انتر، فيبدأ ان هو يفعل لك التأثير. ده كده قبل وده كده بعد. ده زي ما قلنا الجزء بتاع الهيلينج، او ان انا بنظف الصورة. بعد ما خلصت الهيلينج في المناطق اللي ما فيش فيها مسام، هبدأ ان انا برضو اعمل هيلينج بالمناطق اللي فيها مسام. اول حاجة هفتح من قائمة اكشن، وهسيب لك الاكشنز دي على جروب التليجرام، هسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو. خش اعمل جوين، هتلاقيني حاطط لك الاكشنات اللي انا هستخدمها دي. هاجي بقى بعد كده اعمل اكشن الفريكونسي، هسيب لك اللينك بتاعه فيه، هسيبه لك في وصف الفيديو تحت. فمجرد ما بضغط هنا اعمل لي الميديان بلور، هختار القيمه دي تبقى 12، وهلاقيه عمل لي جروب هنا كده. هفتح الجروب وهقف على اللير بتاع التكستشر دي، وهختار اداه الستامب تول، هخلي الاوباستي 100 وهخلي الفلو 70، ودي تبقى current layer. هبدأ بعد كده ان انا اضغط، هعمل ده في الجزء بتاع المسام، فهبدأ ان انا اضغط وابدأ ان انا اشيل الشوايب اللي موجودة في الجزء ده، ولكن وانا فاصل المسام بالشكل ده. الجزء اللي هنا ده جزء يعني فيه عيوب كتير جدا، هنشوف ازاي هنظبطها. هو الموضوع بس محتاج وقت، ان شايف انت المناطق الغامقة دي كل ما بانت معاك النتيجة كويسة. فهسرع الفيديو
بعد ما خلصت مرحله الهيلينج تعالى كده نشوف قبل وكده بعد. بص التنظيف هنا شلت برضو الحاجات او الاخرام اللي موجوده في المناخير ده، والجزء اللي هنا ده اللي تحس ان هو ملتهب ده لسه طبعا هنعالجه، ما عملناش فيه اي حاجه. بعد ما خلصت مرحله الهيلينج هنقوم عاملين دبليكيت لللاير دي كلها في لاير واحده، وهاجي اعمل الفلتر او الاكشن بتاع الفريكوانسي ده تاني. اضغط اوكي. بعد كده بقى هقف بتاع الكالرز او التون مش التكتشر. المره اللي فاتت كنت واقف على التكتشر، هنا هقف على الكالرز. بعد كده هختار الاداه الميكسر براش تول، هختار السوفت العاديه خالص، وهفعل من فوق الاختيار ده، هخلي دي 100 وهعمل دي برضو 100، وهخلي الفلو عندي 25 او 30، وهخلي ان دي مثلا تراوند بشكل او بدرجه 15%. تمام حلو قوي. هاجي بعد كده هنا بص بقى الخطوه دي مهمه جدا، وهي اكتر حاجه مهمه. وخلي بالك في موضوع الريتاتشنج احنا بنعمل درجات سلم كده فوق بعضها، كل ما كانت الدرجه اللي تحت مظبوطه كل ما كانت اللي فوق مظبوطه واللي بعدها مظبوطه وهكذا، هتلاقيك وصلت الى نتيجه حلوه. وموضوع الريتاتشنج ده معتمد بنسبه كبيره ان انت تبقى عندك صبر، ممكن تاخد راحتك في الصورة عشان المسام والصورة ما تضربش معاك، دي حاجة مهمة جدا. فهبدأ ان انا اجيب اداة الميكسر وهقف هنا، هبدأ بقى ان انا ادخل الحاجات دي في بعضها. بص بقى على حركة الماوس عندي، انا بمشي نص قوس كده، لازم تمشي نص قوس هنا، تبدأ ان انت تعمل كده. وزي ما قلت لك مهم جدا تحافظ على الطبقات، يعني ده الميد تون ما تتقومش جاي داخل من الهايلايت على الميد تون، لا كل خطوه او كل زي ما قلنا درجه تبدا ان انت تظبطها. دي اكتر مرحله بتاخد وقت، ولكن دي من اهم الحاجات اللي انت تعملها، وان انت تديها وقتك كده. بس اهم حاجه زي ما قلت لك ان انت تمشي مع شكل الوش او المسار بتاع الوش او بتاع المسام بالشكل ده، وده بيبقى في الاغلب نص قوس. اجي بقى على الجزء اللي هنا ده، ابدا برضو ان انا امشي نص قوس بالشكل ده. هتشوف في الاخر الاختلاف، هتعرف. انا بقول لك خد راحتك في المرحله دي. الناس برضو اللي بتسال هل ضروري يبقى معايا جرافيك تابلت وانا بعمل ريتاتش؟ يفضل ان يبقى معاك وبيسهل عليك كتير، ولكن انا بعمل التوتوريال بتاعك لو انت زي ما انت سامع كده صوت التك تك 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 بتاعت الماوس، فيعني ما تتحججش واشتغل بالحاجات اللي معاك لحد ما تبدا ان انت توفر الامكانيات. وانا زي ما قلت لك اهو شغال بالماوس معاك فعادي جدا. هزود الفلو ده شويه اخليه 35، اقلله تاني في الجزء ده اخليه 25. هاجي بقى عند الجزء بتاع المناخير ده، محتاج ان هو تعالج تاني، فهبدأ ان انا برضو ظبطت فيه براحتي. خليني بقى اوريك كده بعد ما عملت المرحلة دي. بص كده قبل، شايف الوش كان مطبق ازاي؟ كل اللي انا بعمله ان انا بشد الجلد وانا فاصل المسام، يعني شوف كده بعد فرق كبير جدا. طبعا في بقى حاجات زي دي هلاقيها لسه ما اتعالجتش، فهبدا ان انا اعملها تاني بالستامب. فهعمل دوبليكيت لاير وهفعل الاكشن بتاعي، وهعمل دي برضو 12، وهقف عند اللاير بتاع التكتشر، وهبدا اجيب الستامب واضغط الت وابدا ان انا اظبط الجزء ده تاني. شايف كده بدات ان هي تظبط معايا. بص كده قبل وكده بعد، ظبطت الجزء ده والجزء بتاع المناخير ده حلو قوي. ممكن برضو اجي اظبط الجزء ده تاني من الميكسر تول اللي هو الجزء بتاع القورة ده، ابدا ان انا امشي عليه برضو شويه. اجي هنا اجيب الستام، وزي قلت لك الموضوع موضوع وقت، يعني انا برضو ممكن اقعد اعمل في الصوره دي 3-4 ساعات، كل ما طولت كل ما اداني نتيجه احسن. وبتوع الريتاتشنج بس انا مش عايز اطول وقت الفيديو، فهحاول بقى ان انا اعلمك بس التكنيكس، وانت عيش مع نفسك يا معلم وابقى وريني النتائج بتاعتك. بعد ما خلصت كده هدمج كل دول في لير واحده. هبدا اجيب اداه الريموف تول، وهمشي اشيل الشعر الهايش ده عندي كده، اشيل الشعر ده كده واضغط انت، وارجع اعيد تاني على المناطق دي واضغط انت. تمام حلو قوي. بص كده شايف الجزء اللي هنا ده ضرب مني اهو، يعني فكره البقعه دي غلط، يعني قبل مظبوطه اكتر. ليه بقى؟ عشان ده ضرب مني وانا بعمل الاداه الميكسر براش، فهبدا ان انا هعمله من تاني واظبطها من تاني. عشان كده بقول لك ما تستعجلش وخد وقتك، محتاج برضو انه يتظبط تاني.
كده قبل كده بعد. بعد ما خلصت ده هنبدا ان احنا نعملهم كلهم في لير واحده، وهفتح الاكشن برضه هسيبه لك تحت. هعمل الدوج اند بيرن، هقوم ضاغط بلاي وهلاقيه عامل لي هنا كذا جروب. هفتح اول جروب ده هلاقي عندي ليرين، واحده اسمها دوج واحده اسمها بيرن. هجيب البرش العاديه اخلي الاوباستي 20 والفلو مثلا 30 واختار اللون الابيض عشان الماسك عندي هنا اسود. اكبر البرش شويه واخليها السوفت، وهبدا ان انا في الدوج. خلينا ابدا بالدوج. امشي على المناطق اللي فيها اضاءه، امشي على المناطق اللي فيها اضاءه. بص برضو الجزء بتاع المناخير ده ضرب مني وانا بعمل ستاند، فهمسح كل ده تاني زي الشاطر كده، وابدا اجيب دي واختار اداه الميكسر وابدا ان انا اظبطها. برضو زي ما قلت لك الفكره ان هي خطوات او درجات سلم فوق بعضها، هتقلب تبوظ معاك. لازم كل حاجه تبقى ماشيه مظبوط. بعد ما خلصت دول هندمجهم زي ما قلنا في لير واعمل الدوج اند بيرن. حلو. ده هنا لو فعلته عشان لو انت مش عارف المناطق الفاتحه او المناطق الغامقه، بمجرد ما تفعل الجروب ده هو عمل لك الصوره بلاك اند وايت عادي ما فيهاش حاجه، عشان بس يبين لك المناطق الفاتحه. بص المناطق الفاتحه او اللي انا هعمل عليها دوج هلاقيها واضحه. فخليني افتح الجروب ده واجي عند الدوج واختار الفرشه البرش العاديه خالص، وابدا ان انا ايه بقى امشي على المناطق الفاتحه دي. يعني بص همشي هنا المناطق اللي فيها لسعات دي، تصغر الفرشه على قد ما تقدر كده على الحتت اللي فيها دوج او مناطق فاتحه. تعال نشيل الجروب ده كده عشان نشوف الفرق. بص قبل بعد، هو ده بقى اللي انت المفروض تعمله في الصورة كلها. يعني تمشي هنا تبدأ بقى تخش على الوش، عندك الجزء بتاع المناخير ده مهم جدا وبيرسم الصورة كويس، اللي هو الخط ده. الجزء اللي هو تحت العين ده برضو مهم. بص قبل وبعد، شايف التجسيمة اللي بتبين الصورة. الجزء برضو اللي في القورة اللي فوق ده مهم اوي. الجزء برضو بتاع الشفايف ده اهتم بيه لانه برضو من الحاجات اللي بتبرز الصورة وبتبين تفاصيلها. تمام. بص بقى كده بعد ما خلصت، وبص بعد، بص على الايد قبل وبعد، بص وبعد. دي طبعا لما اقصها خلاص مش هحتاجها. زي ما عملت كده في الدوج هنيجي عند البيرن ونبدأ ان احنا نغمق بقى المناطق الغامقة دي. شايف دي فيها اللي فيها الشيد دي هنا مثلا، تبدأ ان هي برضو تجسم لك الصورة اكتر. تمام. حلو قوي. هتيجي بقى عند الجروب ده هتلاقي حاجة اسمها دوج اند بيرن جلوبال. البيرن هنا بقى هنشتغل على الحاجات اللي في الهدوم. يعني هبدأ ان انا هزود بقى اللي 50 وابدأ ان انا اغمق الحاجات بشكل عام بعيدا عن السكين خالص. اغمق مثلا هنا، خلي الاوباستي كمان 50. بص بقى هتيجي هنا على حاجه اسمها الدوج اند بيرن جلوبال. هتيجي مثلا في البيرن تبدا ان انت تغمق المناطق بقى بشكل عام. خلي الفلو 100 والاوباستي 100، وتبدا ان انت تغمق حاجات في الهدوم نفسها او كسرات الهدوم. ماليش دعوه بقى بالسكين في المرحله دي. شايف انا بمشي على الهدوم بس. اجي بقى عند الدوج افتح المناطق الفتح بالشكل ده كده قبل كده بعد. شايف التقسيمه بتاع التيشيرت دي. هاجي بقى اشيل الجروبين دول مش عايزهم، وهاجي هعمل دبليكيت لير لكل الحاجات اللي انا عملتها دي. هاجي بقى بعد ما خلصت ادمج كل الليرات دي في لير واحده. تمام. واجي بقى اشوف فاينل لوك، هلاقي مثلا حاجه زي دي ما خدتش بالي منها، فابدا ان انا اشيلها. المرحله دي بقى خلاص قبل ما ندي السكين تون مش هينفع نرجع تاني، فضروري تتاكد ان كل حاجه بقت مظبوطه عندك. الجزء مثلا بتاع الدقن ده ممكن ان انا اظبطه، ممكن اجيب الستامب اغمق الجزء بتاع الدقن ده شويه. تمام. حلو. هاجي بقى عند اللير دي اعملها سمارت اوبجكت، وهاجي على سيلكت اختار كلر رينج. هاجي من هنا انا قلت لك عليهم هو الهايلايت الميد تون والشادو، فهختار الهايلايت واعمل اوكي. هلاقي احد المناطق اللي انا عملت فيها الدوج، فهاجي من هنا هختار فوت فلتر عشان ادي تون، واجرب من هنا اشوف ايه التون اللي هيظبط معايا السكين. اليلو ده مثلا ممكن يبقى حلو، لو خففته شويه ممكن اخلي دي 20%. شايف مديني بقى ايه الحته البرونزيه شويه دي. تمام. هاجي هعمل نفس الحركه بس هختار الميد تون وهضغط اوكي. هاجي اعمل فوتو فلتر
وهختار من هنا السيبيا بالشكل ده. انا خلصت الصوره اللي عندي. الجزء اللي بعد كده وهو ان انت تبدا تقص الصوره وتشتغل عليها في التصميم بتاعتك، سواء بقى هتغير الباك جراوند، هتحط باك جراوند تانية، هتركبها على حاجة تانية. بس ده بشكل عام التكنيكس بتاع الريتاتش. بص كده قبل وبص بعد، بص قبل وبص بعد، بص الصورة بقت 3 دي ازاي. انا هبدأ ان انا اشتغل على الصورة سريعا كده، احطها على باك جراوند، فهدمج كل ده في لاير، وهبدأ بأداة البين تول أحدد على الجسم بتاع اللاعب اللي عندي ده. هعمل دي بقى عندي نيو لاير وهضغط اوكي، بقى عندي اللاير عندي اهي. طبعا هو كان حاجات من هنا، فهخلي دي نيو لاير ويز لاير ماسك. تمام. بعد كده هظهر دي بس. بعد ما قصيت الصوره هفتح بقى مقاس عندي مربع، وهاخد الصوره دي احطها ملعب بدل. وبالمناسبه الصوره دي انا عاملها بالاي اي. بعد كده هحط عندي الصوره بعد ما خلصت لها الريتاتشنج خالص، وهدي كده فوتو فلتر للباك جراوند عندي. بعد كده بقى هبدا ان انا اظبط الصوره دي، يعني الاضاءه عندي جايه من هناك هنا، فهبدا بقى ان انا ممكن اعمل كده، اروق بقى على الصوره بتاعتي، اعمل لها ليفلز شويه، اغمقها كده. تمام. واعكس الماسك وابدا ان انا اغمقه من ناحيه الشمال كده، عشان أأكد بس على اتجاه إضاءة الصورة من عندي بالشكل ده. الجزء بتاع الشعر ده بصراحة أنا يعني ده أصلا غلط من تصوير الصورة في الأول، لو عايز تشيله شيله، بس يعني ده مش التركيز بتاعي. فهبدأ برضو إن أنا أعمل ليفل وأفتح بقى كده شوية وأعكس الماسك، واجي بقى الناحيه التانية كده بالشكل ده. ده كده قبل ده كده. بعد كده بقى عايز تظبط الكالر بالانس كله، او بالسلكتيف كالر تبدا بقى ان انت تماتش الصورتين مع بعض بتاعك شويه. الوايت ممكن نظبطه كده شويه. عيش بقى. المهم شايف الكواليتي بتاع الصوره بقى عامل ازاي، شايف النظافه بتاعت الصوره بقت عامله ازاي. هو ده الغرض اللي انا عايز اوصله من الفيديو ده. في نهايه الفيديو اتمنى تكون استفدت. ما تنساش تعمل اشتراك للقناه، وتقول لي رايك في الكومنتات، وتدخل على جروب التليجرام عشان هنزل فيه الاكشنز اللي انا اشتغلت بيها دي كلها. واشوفكم في فيديوهات جايه. سلام.